في القناة لمتابعة كل جديد. بيبدأ المسلسل مع ناكلز وهو عايش مع سونيك وتيلز، وناكلز بقى قاعد في هدوء تام معاهم لأن الكون مش بيتعرض لأي خطر. بس ناكلز ما كانش راضي عن الحياة الهادية دي، وكان دايما بيدور على الأكشن. وبنشوف بعض العمال بيصلحوا حاجات في بيت مادي، وهنا ناكلز بيفتكر إن العمال دول أشرار وهيقتحموا البيت، فبيجري عليهم وبيهاجمهم واحد ورا التاني. ومادي بتدخل وبتأسف للعمال، بس العمال ما بيتقبلوش الأسف وبيمشوا. وناكلز رايح ياكل تحت الشجرة وما كانش مهتم. ومادي راحت اتكلمت مع سونيك وتيلز علشان هي عارفة إن الكلام مع ناكلز مش هيبقى له فايدة، وبتشتكي لسونيك وتيلز من اللي بيعمله ناكلز. وسونيك بيقول لها انا برضو خدت شوية وقت عشان افهم كوكب الارض وافهم طريقة العيشة هنا، فانا هتكلم مع ناكلز وهفهمه. وبيبصوا على السطح بيلاقوا ناكلز مع الكلب بتاع مادي، وتيلز بتطلع تاخد الكلب، وسونيك بيقف يتكلم مع ناكلز وبيقول له انسى شخصية المحارب اللي جواك دي، احنا خلاص اتخلصنا من روبوتنيك ومش بنتعرض لاي خطر حاليا، انا عايزك تستمتع بحياتك على الارض. وناكلز بيقعد على السطح لوحده وبيتأمل في الكلام ده، وبيقرر يغير سلوكه ويعيش هنا زي ما كان عايش في الكوكب بتاعه. وتاني يوم بيبني عرش له على ترابيزة الأكل، وبيعلن نفسه رئيس العيلة، وأي حد عايز ياخد المنصب ده يبقى لازم يقتله وينتصر عليه. وناكلز كمان كان حول أوضة المعيشة لحلبة قتال، ومادي بتتعصب من كل اللي بيحصل ده، وبتكتشف كمان إن ناكلز قبض على ساعي البريد وحبسه، وده بيخليها تتعصب أكتر. وبعد ما حررته بتروح تتكلم مع ناكلز وبتطلب منه يوقف اللي بيعمله ده، وسونيك وتيلز بيقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط. وناكلز بيسمع كلامهم وبيمشي، وكان متضايق وحزين. وبتجيله رؤية مع رئيس قبيلة إيكندا، وناكلز بيسأله المفروض اعمل ايه دلوقتي بعد ما رجعت حجر الزمرد. فرئيس القبيلة بيقول له انت لازم تتبنى حد وتعلمه عادات قبيلة إيكندا عشان قبيلة إيكندا تكبر، وده لأن قبيلة إيكندا ما تبقاش فيها حد غيرك انت. وناكلز بيسأله الاقي التلميذ ده فين؟ فالرئيس بيوري له صورة الشرطي ويد، وبيقول له ويد دخل ينافس في بطولة بولينج هتتعمل في ولاية نيفادا، والشخص ده مميز فعلا، فانا بقترح عليك تدرب ويد، وما تنساش ان مصير قبيلة إيكندا ما بين ايديك. وبعد ما رئيس القبيلة بيخلص كلامه بياخد بعضه وبيمشي، وناكلز بيقول له انا مش هخذلك ابدا. اما بقى ويد كان قاعد في الجيم وبيتدرب، وبيتفاجئ بوجود ناكلز معاه في الاوضه، وبيقول له انا هدربك عشان تبقى جاهز للبطوله. بس ويد بيقول له انا اتطردت من الفريق اللي هيشارك في البطوله لانهم بدلوني مع بنت صغيره عندها 8 سنين اسمها سوزي، بحجه ان انا مش قوي كفايه عشان اخش الفريق. وناكلز بيقول له ما تقلقش انا هدربك وهخليك محارب قوي. وويد بيتحمس وبيوافق، وبيقرر انه يتحدى سوزي في مباراه بولينج علشان يقدر يستعيد مكانه في الفريق. وبيركبوا العربيه ورايحين يتدربوا، وبنتعرف بعدها على عميله تبع الحكومه اسمها ويلبي، وبنشوفها بتراقب كل تحركات ناكلز. ولما بتعرف ان ناكلز ساب مدينه جرين هيلز بتشوف ان دي فرصه عظيمه عشان تقدر تقبض عليه، بس هي هتعمل المهمه دي من غير ما الحكومه تعرف. وبتقرر تتخلص من زميلها وبترميه لكوكب الفطر علشان تبقى في امان، وتبقى متاكده ان قائد الجيش ما يعرفش باللي هي بتعمله. وبعدها بتتصل بزعيم عصابه اسمه روي، وبتعرفه ان ناكلز دلوقتي لوحده ومش مع سونيك وتيلز. فروي بيفرح لانه عاوز يقبض على ناكلز ويستخدم قوته لغرض معين. والعميله ويلبي بتوعده انها تقدر تقبض على ناكلز في خلال 24 ساعه بس، وروي هيمد ويلبي باسلحه قويه عشان تقدر تقبض عليه. وبعدها ناكلز وويد بيوصلوا لصاله البولينج، وناكلز بيستغرب من شكل المكان علشان كان متخيل انه هيلاقي المكان عباره عن ساحه قتال. وبيجرب يرمي كره البولينج وبيكسر بيها القراطيس، وبيقول لويد انا واثق في قدراتك. وفجاه العميله ويلبي والعميل ميسون بيوصلوا عشان يقبضوا على ناكلز، وبيهاجموه وبيدمروا المكان. وناكلز بيجري عليهم عشان يهاجمهم، بس ميسون بيصد هجمته، وبيطلع انهم بيستخدموا اسلحه بتخليهم اقوياء زي ناكلز. بس مع ذلك ناكلز بيعرف يحاربهم وبيوقع اسلحتهم، لان ناكلز كان بيتدرب طول حياته انه يبقى محارب قوي، وبيحاولوا يضربوه كذا مره بس هو بيقدر يتغلب عليهم. وكان متجه ناحيه ميسون عشان يقتله، بس ويلبي فتحت بوابه في الارض وناكلز وقع في قفص، وبكده ويلبي وميسون قدروا يقبضوا عليه وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. بس ويد بياخد باله من سلاح ويلبي اللي نسيته على الارض، وبيقرر ياخده عشان ينقذ ناكلز. والعملاء الاتنين بياخدوا ناكلز في قصر في الغابه، وويد كان ماشي وراهم، وقبل ما يقتحم عليهم المكان بيروح يشتري شويه حاجات من المحل الاول علشان هتساعده في عمليه الانقاذ. اما ناكلز فبيسال ويلبي انت عرفتي مكان ازاي؟ فبتقول له ان انا بشتغل في منظمه متخصصه في دراسه الكائنات الفضائيه، وهدفي هو استخراج القوه بتاعتك عشان ابيعها لان قوتك كبيره جدا وتقدر تنتج اسلحه قويه. وبتقول له انا اعرف عنك تاريخك كله. بس اللي ويلبي ما كانتش تعرفه ان ويد كان بره القصر وكان معاه قفازين من اسلحه ويلبي، بس لما كان بيحاول يستخدمهم بيعمل انفجار بالغلط وبيدمر عربيه الشرطه والحاجات اللي لسه شاريها. والعملاء الاتنين بيسمعوا الدوشه دي وبيطلعوا يشوفوا فيه ايه، ولما بيشوفوا ويد بيفتكروه، والقفازات اللي مع ويد بتخليه يطير غصب عنه وبيخش القصر في الاخر. وميسون بيخش عشان يتعامل معاه، وويد كان مستخبي منه، وميسون بيشوف قفاز على الارض وبيستخدمه رايح ورا ويد، وويد كان خايف منه. اما ويلبي فكانت بتراقب ناكلز،
وميسون بيقدر يمسك ويد وكان على وشك انه يقتله، بس بيجيله مكالمه من مامته وبيضطر يرد عليها، وويد بيستغل الموقف وبيفتح الكاتشب في عينه، فميسون مش بيعرف يشوف وبيقع وبيفقد الوعي. وويد رايح ينقذ ناكلز وبيرمي القفاز على القفص عشان يحرره، وبيحصل انفجار ضخم وبيفجر القصر، وويلبي بتفقد الوعي، بس ويد وناكلز كانوا بخير وما كانش فيه وسيله للهرب الا من الشباك، فناكلز بيشيله وبيحاول يطير بيه، وبيقدر يطير بيه لبعض الثواني، وبعدين بيقعوا هما الاتنين من مسافه قريبه وبيسرقوا العربيه دي وبيتحركوا بيها وبيقعدوا ياكلوا في مكان. وويد كان شايف نفسه حقق انتصار النهارده، بس ناكلز كان شايف عكس كده وبيقول له احنا ما انتصرناش النهارده لاننا ما اتقاتلناش وجها لوجه معاهم، احنا بس كنا محظوظين، والاسوأ من كده انهم قدروا يقبضوا عليا، وده حصل بسبب انك مقاتل ضعيف. وويد بيقول له كلامك صح، بس ابويا علمني استمتع باي انتصار مهما كان صغير، وناكلز بيقتنع بكلامه. وفي نفس الوقت ويلبي وميسون بيفوقوا وبيفكروا في خطه جديده للقبض على ناكلز، وما كانش ينفع يتراجعوا عن المهمه دي لانهم مضوا على صفقه ب1,000,000 $1,000,000 لتسليم ناكلز لروي، وروي ده من اكبر المجرمين في العالم، ولو ما نفذوش الاتفاق فهم الاتنين هيبقوا ملزمين بدفع ال1,000,000 $1,000,000، فلازم عليهم يظبطوا خطه جديده للقبض على ناكلز. وبعد ما ناكلز وروي يخلصوا اكل بيتحركوا، وبيسمع في الراديو ان الحكومه بتدور على ويد، وويد بيتصدم بعد ما سمع الاخبار دي وبيتاكد انه كده خلاص مش هيقدر يرجع لجرين هيلز، وبيبدا يفكر في مكان يستخبى فيه، وبيقرر يروح لمامته، وهي لما بتشوفه بيغمى عليها من الفرحه لانها ما شفتهوش من مده. وبتظهر بعدها واندا اخت ويد، ودي تبقى شغاله شرطيه في المباحث، وبتتريق على ويد وبتقلل منه لانه مجرد شرطه عادي في مدينه جرين هيلز، وبتساله انت ايه اللي جابك، اكيد عملت مشكله وعايز امك تساعدك. فويد بيحس بالاحراج وبيغير الموضوع وبيعرف ناكلز على عيلته، ووالده ويد بيغمى عليها تاني لما بتشوفه، بس بعدها بترحب بيه في بيتها وتحضر لهم اكل كتير. وطول الوقت واندا وويد كانوا بيتخانقوا وبيضايقوا بعض، اما ويندي والدة ويد فبتتكلم مع ناكلز وبتتعرف عليه وبيحكي لها قصته وقصه قبيلته، وانه جه للارض عشان يسترجع حجر الزمرد، وبيحكي لها عن معركته ضد روبوتنيك. وواندا بتتريق على ويد وبتقول له انت اكيد ما كانش ليك لازمه في المعركه دي، وويد بيتعصب عليها وبيشتمها، فهي قامت ضربته بالشوكه، وويد بيتضايق من تصرفات واندا وبيخش اوضته، وناكلز بيخش وراه وبيعرف من الصور اللي على الحيطه ان ابو ويد كان لعيب بولينج عظيم وهيكون حاضر في بطوله البولينج، وبنعرف كمان ان ابو ويد منفصل عن عيلته ومش بيكلم حد منهم، وبالرغم من كده ويد كان بيحبه جدا وفخور بيه ونفسه يقرب منه اكتر. وبيحكي لناكلز وبيقول له وانا صغير كنت بروح كل يوم جمعه مع ابويا لصاله البولينج، ودي كانت اسعد اوقات طفولتي. وبعدها بنشوف عصابه بتقرب من بيتهم لان العصابه دي عرفت ان الحكومه حاطت جايزه كبيره للي يقبض على ويد، فالعصابه دي قررت تقبض عليه، بس ويد بيحس بيهم، ولما بيفتح الباب ويد بيضرب واحد فيهم بس مش بيحس بحاجه، وقبل ما كان هيقبض على ويد بيظهر ناكلز وبيضرب الراجل ده وبيطيره بعيد. وفي الصاله بتاعه البيت الراجل ده كان بيعتدي على واندا بسلسله حديد، بس بيوقفوا ناكلز وبيردوا له الضرب، وبعد ما تخلص من تاني واحد بيخش المطبخ عشان يخلص على الاتنين التانيين، وبيساعد ويندي وبيخلصوا عليهم سوا. وبالرغم ان ويندي شقتها اتدمرت بس كانت مبسوطه علشان لاول مره من سنين شايفه عيالها الاتنين متجمعين وبيدافعوا عن بعض. وتاني يوم الصبح ويد بيصحى وبيشرب القهوه بتاعته، وفجاه في شخص بموتوسيكل بيقبض عليه وبيسحبه من رجله وبيشد وراه على الطريق، وناكلز بيشوف اللي حصل بس بيقرر ما يتدخلش علشان عايز ويد يعتمد على نفسه لان دي صفه مهمه جدا عند المحارب. وبعد دقايق بيوصلوا لمكان منعزل في الغابه، وبيطلع ان اللي خطف ويد شخص اسمه جاك، وده يبقى قائد فريق البولينج بتاع جاك، وبيستخدم مسدس صاعق وبيكهربه وبيحط ويد في قفص. وويد لما بيفوق ما كانش مصدق ان صديقه المقرب يخطفه ويعامله كده عشان ياخد الجايزه الماليه، وويد بيتوسله انه يحرره، وجاك بيقول له انا حاليا بواجه ازمه ماليه فمحتاج الفلوس جدا لان عليا ديون كتير وفلوس الجايزه دي هتبقى كفايه، وبياخده وبيتحرك بيه على اسم الشرطه. وويد ما كانش لاقي اي حل غير انه يستنى وصول ناكلز عشان هو الوحيد اللي هيقدر ينقذه، وبيجيله مكالمه من ناكلز، وناكلز بيقول له ما تعتمدش عليا عشان انا مش هاجي انقذك، لازم تعتمد على نفسك عشان تبقى محارب. وبعد ثواني جاك بيشغل القفص الكهربائي وبيصعق ويد وبيفقد الوعي، واثناء ما هو فاقد الوعي بيشوف رئيس قبيله ايكندا قدامه وبيعرفه بنفسه، والرئيس مش بيعلم ويد ازاي قاتل، لا بيدخله معركه ضد جاك، بس معركه كانت بالموسيقى، وويد بيقدر يتغلب على جاك في الحلم. ولما بيفوق بيعتقد انه لقى طريقه للخروج من القفص، فبيحاول يدمر الباب بس بيتصعق وبيغم عليه تاني، وبيخش في عقله الباطن عشان يكمل التدريبات، والمره دي بيعرف يلاقي حل وبيهرب من سقف القفص، وجاك بياخد باله وبيقف على الطريق، وويد بيتحداه في مبارزه واللي هيكسب هيخش بطوله البولينج والتاني هينسحب.
وجاك بيوافق وبيرمي سيف لويد عشان يقتله بيه، وبعدها بيركب على الموتوسيكل وبيقول له شوف حاجه اركبها عشان نقاتل بعض عليها. وويد بيشوف اطفال راكبين عجل فبياخد عجله منهم وبيروح ناحيه جاك، وويد بيهاجمه وبيقطع له شعره لان جاك وطى وانقذ حياته، وبعدها بيقع على الارض وبيقرر انه يستسلم وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيسلمه لويد، وبعدها بيهرب. وويد بياخد الجاكيت والموتوسيكل وبيرجع لبيته، وناكلز لما بيشوفه وهو راجع بيحس بالفخر وبيدرك ان ويد جاهز للمعركه. وتاني يوم بيركبوا على الموتوسيكل وبيروح لولايه نيفادا، وبيوصلوا لنادي رينو اللي هيتلعب فيه البطوله، وبيخش المكان وويد بيلاقي امه واخته موجودين عشان يتفرجوا على البطوله. وبعد دقايق ويد وناكلز بيشوفوا ابو ويد اللي كان مشهور جدا في المكان والكل عارفه، وويد كان نفسه يتكلم معاه بس مش عارف يقول له ايه، وناكلز قال له ما تقلقش انا هقول لك تقول له ايه. فويد بيتجه ناحيه ابوه وهو لابس السماعه، وناكلز معاه على الخط عشان يعرفوا ازاي يتكلم، بس بيت ابو ويد لما بيشوفه مش بيفتكره. فويد بيضطر يعرف نفسه وبيقول له انا ابنك ويد اللي انت هجرته من سنين. وبيت بيتعرف عليه وبيقول له انت وحشني جدا، وبيساله انت بتعمل ايه هنا. فويد بيقول له انا جاي اشارك في البطوله. فبيضحك بيت لانه معتقد ان ويد مستحيل يهزمه، والناس اللي في المكان بيفتكروا ان ناكلز شخص لابس لبس تنكري. وفي نفس الوقت العميله ويلبي وميسون بيتقبض عليهم وودوهم عند المنظمه الاجراميه بتاعه روي، وروي بيظهر بنفسه وبيطلع انه كان شغال زمان عند روبوتنيك، وقبض على ويلبي وميسون عشان يقتلهم لانهم فشلوا في مهمتهم. وويلبي بتطلب منه شويه وقت زياده للقبض على ناكلز، وروي بيوافق لانه محتاج ناكلز باي شكل عشان يكمل السلاح بتاعه، بس بيقول لهم اعتبروا اتفاقنا القديم ملغي وهنتفق على اتفاق جديد، والاتفاق ده هو انكم لو قبضتوا على ناكلز الجايزه ان انا هسيبكم عايشين ومش هيبقى فيه جايزه $1,000,000. وعلى الجانب الاخر بطوله البولينج قربت تبدا، وفي 32 فريق بيستعد للبطوله، والمتسابقين كانوا من جميع انحاء العالم. وفي اول جوله فريق ويد بيكسب، وبيت كان بيغير جدا وبيحقد على ابنه، ولما بيت كان بيكسب كان بيحتفل بقوه قدام الجمهور وبيظهر موهبته القويه. وويد كان شايف الجمهور كله بيهتف باسم ابوه، فكان عاوز يبذل مجهود زياده عشان يعرف ينافس بيت، وبيقدر فعلا يقدم اكتر من اداء ممتاز. وبيت كان خايف من ويد. وبعدها المسابقه بتوصل للمباراه النهائيه، والفريقين اللي وصلوا للنهائي كان فريق ويد وفريق بيت، وبيت كان رافض احتماليه انه يخسر ضد ابنه، والمباراه النهائيه هتتلعب تاني يوم. وبالليل ويد بيقعد مع ابوه، وويد بيساله انت ليه سبت عيلتك ومشيت. فبيت بيقول له انا اضطريت امشي عشان كنت بدور على الانجازات، بس انا ندمان اني ما كنتش جنب عيلتي. والاتنين بيقوموا يحضنوا بعض، وويندي بتتاثر بالمشهد ده، وبيت بيطلب منه يجيله اوضته بعد شويه علشان يتكلموا اكتر سوا. وويندي بتتكلم مع ويد لوحدهم وبتحذره ما يقربش قوي من ابوه علشان ما يجرحكش ويسيبك ويمشي تاني وانت تتضايق، بس ويد بيقول لها انا عايز ادي لابويا فرصه تانيه، وبيروح يزوره في اوضته الفاخره. وويد بينبهر بالاوضه جدا وبياخد جوله في المكان، بس بيتفاجئ لما بيشوف ويلبي وميسون قابضين على امه واخته، وبيطلع ان بيت متفق معاهم. وويد بيساله انت ليه خنتنا تاني. فبيت بيقول له علشان انا مش هسمح ان اخسر في البولينج قدام اي حد حتى لو قدام ابني، فانا بنصحك تسلم ناكلز للعملاء وتنسحب من البطوله والا ويندي وواندا هيموتوا. فويد ما كانش عنده اختيار تاني وكان رايح لناكلز الاوضه، وويلبي كانت فاتحه معاه مكالمه علشان تتاكد ان ويد مش هيحذر ناكلز باللي بيحصل. وبيخش على ناكلز الاوضه وبيكذب عليه وبيقول له تعالى معايا افرجك على اوضه والدي. وبيوصلوا عند الاسانسير، وويد بيقول له انا نسيت حاجه في الاوضه وداخل اجيبها، اسبقني انت لفوق وانا هحصلك. وناكلز بيوافق ومش بيشك اطلاقا ان صاحبه عامل له فخ، وبيركب الاسانسير لوحده وبيطلع لفوق، وما كانش يعرف ان ميسون وويلبي مستنيينه فوق. وبمجرد ما الاسانسير وصل عندهم بيضربوا النار على الاسانسير، بس ناكلز مش بيتاذي لانه كان مستخبي في السقف. وبنكتشف ان ناكلز كان سامع الحوار اللي دار بين بيت وويد، فبالتالي هو كان مستعد للمعركه، وويد كان عارف بكده، وناكلز بيهاجم اعدائه بكل قوته. اما ويد فبيخش الاوضه عشان يحرر امه واخته، والعملاء الاتنين ما كانوش عارفين يتغلبوا على ناكلز. فويلبي بترمي ختمين على ناكلز عشان تحبسه، بس ناكلز بيضرب الخواتم ضربه مضاده والبوابه بتتفتح وبتسحب الاتنين العملاء ليها، وناكلز فضل ماسك في السقف وانقذ نفسه، وبعدها البوابات بتتقفل. وبعد ما تمت عمليه الانقاذ بيجي ميعاد المباراه النهائيه، وناكلز بيقول لويد يلا روح للبطوله وعايزك تكسب. وبيت بيطلع قدام الجمهور وهو واثق انه فاز بالكاس لانه معتقد ان ويد انسحب، والمتقدمين بينادوا على ويد بس ويد مش بيظهر. فبيت بيعلن نفسه الفايز وبيشيل الكاس، بس بيتفاجئ بوصول ويد وبيقول له نزل الكاس. والمره دي ويد كان كاره بيت وعايز يتغلب عليه، وبيت هيجمع كل موهبته عشان ما يخسرش.
وفي اول رميه بيت بيوقع كل قطع البولينج، وبيجي دور ويد وبيوقع كل قطعه هو كمان، وبيثبت له انه منافس قوي. وناكلز بيقرر انه هيتفرج على المباراه على التلفزيون، وبيتفاجئ لما بيسمع دوشه جايه من بره الملعب. ولما بيخرج بيشوف روي وهو جوه روبوت عملاق، وروي بيمسكه بسلسله حديد وبيهاجمه بكل شراسه. وفي نفس الوقت البطوله كانت لسه شغاله، وويد بيقرب اكتر من الانتصار، ولو قدر يوقع كل قطع في الرميه دي هيفوز بالبطوله. وبالرغم انه كان متوتر بس بيرمي رميه قويه وبينجح انه يفوز بالمباراه. وبعدها بثواني الحيطه بتتكسر بسبب معركه ناكلز وروي، وكل الناس بتخاف وبتجري. وروي بيسحب ناكلز لبره، وويد بيخرج عشان ينقذ صاحبه، بس كان فات الاوان لان روي كان امتص كل طاقه ناكلز. وبعد ما حصل على اللي هو عايزه بيرمي ناكلز بعيد، وويد بيروح له وبيلاقيه فاقد الوعي. وقبل ما روي كان هيقتل ويد، ويندي وواندا بيظهروا وبيدوا لويد القفازات، وويد بيرمي عليه كرة البولينج بس مش بتعمل اي تأثير. وبعد ما الكور خلصت روي كان هيهاجمه، بس في الوقت ده ناكلز بيصحى وبيمسك سلاسل الحديد بتاعته وبيمتص كل الطاقة بتاعة الروبوت، وبكده بينجح انه يسترجع الطاقة بتاعته لجسمه من تاني. وبيهجم على روي بكل غضب وبيدمر الروبوت تماما، وبيرمي عليه كرة بولينج عملاقة وبيقتله. وبعد ما المعركة خلصت ويد بيروح ياخد الكاس بتاعه وبيحتفل مع ناكلز، اما واندا وويندي بيضربوا بيت في وشه. وويد وناكلز خلاص كانوا راجعين على جرين هيلز. وفي النهاية لو انت وصلت لحد بيت وجودك